ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب النهارده يكون يوم حلو ويوم سعيد عليكم. مشكله جديده وموضوع جديد المره دي ما بين إيلي وندى، اللي الحقيقه المشاكل ما بينهم كترت قوي الايام دي. بصراحه زعلانه قوي على صحوبيتهم اللي كانت جوه البرنامج، لان كانوا قريبين جدا جدا من بعض، وكنت بحس ان في ما بينهم حب كبير. ولكن مشاكل كتيره كمان. إيلي واخد ندى الايام دي محتوى على الاكونتات بتاعته كلها، بيتريق عليها طول الوقت. بس تعالوا الاول، لو انتم متعرفوش اقول لكم ايه السبب اصلا لكل المشاكل دي. تعالوا نرجع لندى لما الانستا بتاعها اتهكر، واللي كان مهكره مش عارفين هو إليه ولا ممكن يكون شخص كاتب نفس الاسم بتاع إليه، ودي حاجة ممكنة جدا جدا. ولكن ندى طلعت وقالت ان الشخص اللي هكر الاكونت بتاعها مش ذكي، واسمه موجود، قدرت ان هي تجيب الاسم بتاعه، وكمان هي هتعمل له بلوك. احنا هنا ما كناش فاهمين هي تقصد مين، لحد ما إليه هو اللي طلع وقال واتكلم وقال ان هي عملت له بلوك، وان هي فهمته غلط، وان هو مش عارف يتواصل معاها، وان هي حكمت عليه بدون حتى ما تسمعه. لحد هنا كويس، لحد هنا كويس جدا. برضو رجعت ندى طلعت في البرنامج اللي خسرها تقريبا كل الناس اللي اتصالحت معاهم الفترة الأخيرة، برنامج تونسي شهير. اتكلمت في الموضوع وسموا إليه القرصان، ولكن ندى حبت تضيف إضافة وتسميه القرصان اللي مش ذكي، لأن هو نسي اسمه وتفاصيله كلها ومعلوماته. وده هي حاجة قدرت انها توصل لها بسهولة جدا، وقدرت تعرفها، وقدرت تعرف ان هو اللي حاول يهكر الاكاونت بتاعها. طبعا إيلين الموضوع ضايقه وطلع يتكلم فيه تاني وكدب ندى واتكلم عليها بطريقة يعني مش ألطف حاجة، وناس كتير قالوا حقه ان هو بيدافع عن نفسه. لحد ما ندى طلعت امبارح واكدت ان هي مش بس معاها السكرين شوت دي، لا، معاها محادثات من إيلي برقمه للشخص اللي قال له ان هو يهكر الاكونت بتاعها، والفلوس كمان سكرين بالفلوس اللي حولها. ليه ندى ما طلعتش الدلائل دي لحد دلوقتي؟ قالت لان الموضوع فيه شخص تالت، هي مش حابه تذكر اسمه لان هو مش راضي. لكن لو ضايقها إلي اكتر من كده، وعدته بان هي هتطلع كل الحاجات دي، واللي يحصل يحصل. وده فعله ما صاري عندي يعني. مش لا في شخص ثالث معانا. كان ما يجيش فما شخص ثالث معانا راني نهبط. ما خاطر في شخص ثالث معانا دوك ما نهبطش، خاطر نحترم الشخص الثالث. اما كان يهبلوني وكان يزيدوا يبربشوني اكثر راني نداه الثانيه تخرج. زي ما انتوا شايفين، من الواضح ان الموضوع عمال يتطور، ولكن إيلي تفتكروا هيسكت؟ مسكتش، قرر ان هو يطلع ويخلي ندى مادة خام للسخرية على الاكونتات بتاعته كلها. واخر حاجة حب ان هو يسخر عليها منها كان موضوعها هي وفرح، وان هي عندها تراست ايشوز وبتحب الدراما، وان هي هتموت وتكون في البرنامج لوحدها. يعني ده المختصر. تعالوا برضو اوريكم هو عمل ايه. مخرج اسكت. انتوا وعدتوني انه انا بدي اقدم البرنامج لحالي. هلا ليش بكون جيبوا سعيد الجزائري مع فقره الدراما؟ قلت لكم ما تلعبوا معي بالكونترا. اي هاف تراست ايشوز بهالقصص، ما بقى تبهدلوني على تي في. انا قلت لكم انا بقولوا لي انا الي دراما من انا وصغير. ليش شلتوا لي فقره الدراما؟ وزي ما انتوا شايفين، دي المشاكل الأخيرة اللي ما بين إيلي وندى. انتوا في أي صف في الاتنين؟ شايفين مين فيهم صادق مين فيهم مش صادق؟ أنا هستنى كل تعليقاتكم، وانتوا استنوني، لأن في مشاكل كتير جديدة محتاجين نتكلم عليها. أشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.